الخير على كرة القدم وعودة كرة القدم وهي برشلونة. صباح الخير بالخمسة. بس في ناس حفلت زيادة عن اللزوم وقالت ان هي ده مورينيو يطبخ على نار والكلام ده. لا، انا مش هقتنع غير ان لما اجاب ريال مدريد هو ده الاقتناع بكرة القدم. لامين يامال عنده مشكلة وان هو ما ظهرش اصلا في مباراة إليتش في الدوري الاسباني وشغلانة خرا. بقول لك الحريم له، الحريم له. طبعا احنا كان نفسنا ان حمزة عبد الكريم يشارك في المباراة دي وان هي كانت مباراة سهلة وان في ناس طلعت قالت ان فليك مش مقتنع بحمزة عبد الكريم. واقول لك لا يا صاحبي، لو هو مش مقتنع بيه ما كانش خلاه في تشكيلة اصلا زي بلدي. ريما دي ما انا ما كنتش متوقع ان برشلونة هتفكر فيه اساسا، بس انا كنت يعني كنت متوقع ان الواد ده هيلعب وهيكمل. بس برضه مباراة إليتش مش مقياس. وطبعا في ناس شافت رافينيا في مركز المهاجم ان هو سجل اهداف في مباراة إليتش وكان احسن لاعب وافضل لاعب وخد تقييم 10 من 10. بس بقول لك مباراة إليتش مش مقياس يا برنس. برشلونة بيمتعك باللعب وانه عشان هو لعبه جماعي ومفيش انانية ومفيش اصلا خلاف بين اللعيبة بيحصل يعني. جوردون كانت معاه الكرة والمرمى فاضي راح باصها لفيرمين عشان هو يسجل. نرجع لحمزة اللي هو تطور بشكل حلو وربنا يعني يداري عنه الحاقدين والحسدة. بس انا متوقع ان هو هينزل في مباريات تانية كتير ولسه قدامه، لان الراجل ده ما دام اقتنع بيه خلاص خلاه في التشكيل.